السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى ولاد وأحلى بنات، ولاد وبنات الصف الرابع الابتدائي. النهاردة هنشرح مع بعض درس جديد، الدرس الأول والتاني من الوحدة العشرة، الترم التاني 2024-2025. بس قبل ما أبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الدرس الأول والتاني من الوحدة العشرة، استكشاف الكسور العشرية. يعني ايه استكشاف كسور العشرية؟ رابعة، احنا خدنا مع بعض قبل كده الكسر الاعتيادي العادي جدا. كسر اعتيادي عبارة عن ايه؟ الكسر الاعتيادي عبارة عن بسط على مقام، صح؟ البسط على المقام ده يطلع مثلا 2/3، ده كسر اعتيادي. يطلع مثلا 5/8، ده كسر اعتيادي. يطلع نص، كسر اعتيادي. ربعين، كسر اعتيادي. تمام؟ ده كسر اعتيادي عبارة عن بسط ومقام. طب انا عايزة مثلا احول اي كسر من دول لحاجة اسمها كسر عشري او كسور عشرية. هعملها ازاي يا ربع؟ هو يعني ايه اصلا كسور عشرية؟ بصوا يا ربع، ده اسمه ايه؟ ده كده واحد صحيح، مش كسر، مش قدامه حاجة. انما اللي عبارة عن بسط ومقام ده اسمه كسر. انما الرقم الصحيح اهو، ده كده رقم صحيح اسمه 1، وده كده رقم صحيح اسمه 3، وده كده رقم صحيح اسمه 5. تمام؟ يعني في فرق بين رقم صحيح ورقم اللي هو كسر عبارة عن بسط ومقام. والاعتيادي بيبقى عبارة عن البسط أقل من المقام، أو 2 أقل من 3، 5 أقل من 8، 1 أقل من 2، وهكذا. الأرقام العادية اللي هي الرقم صحيح بيبقى أي رقم عادي، مش فارقة بقى كبير ولا صغير. تمام؟ طب برضو مش فاهمين يا مس، هو برضو يعني ايه كسر عشري؟ كسر عشري يا ربعة لو قالك مثلا ده كده عبارة عن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده كده 10 أجزاء. طب 10 أجزاء دول لو أنا ظللت منهم 1 هتبقى ايه؟ لو ظللت منهم 1 هيبقى الكسر بتاعي اسمه، انا بحط المتظلل فوق في البسط والكل مقام. يعني كام واحد متظلل؟ 1 احطه في البسط على المقام كام؟ ده هما كلهم كده 10، يبقى انا هحط 1 على 10. طب انا عايزة امثل 1 على 10 ده بكسر عشري. الكسر العشري الواحد اهو عبارة عن 1 جزء من 10. هي عبارة عن رقم صحيح؟ لا، ده 1 جزء من 10. يعني 1 اهو مربع، 1 جزء من المربعات دي كلها. يعني هقول ان الكسر العشري هو عبارة عن 1/10. ايه ده؟ هي العلامة دي معناها ايه؟ من. العلامة دي معناها من، والواحد ده جزء من 10. الجزء من 10 دي دايما تتعمل على ايدنا اليمين. يمين العلامة ده بيبقى جزء من كذا، مش شرط بقى من 10، ممكن يبقى من 100. 1/10، 2/10، 3/10. يعني مثلا لو انا ظللت كمان جزء وكمان جزء اهو، ظللت 3 اجزاء، يبقى ال3 اجزاء دول اسمهم ايه؟ اسمهم 3/10. ودايما احط بعد العلامة 0، بعد العلامة 0، عشان هنا مفيش حاجة، الخانة دي ما فيهاش حاجة. يبقى 1
جزء من 10. ادي 1 اهي جزء من 10. ماشي، جزء من 10 يعني ايه؟ بصوا يا رابعة كده هعملها لكم بالقلم العادي. هو برضو يعني ايه جزء من 10؟ يعني جزء من 10 اجزاء. طب بصوا كده، هي 10 فين؟ 10 هنا. تمام، الواحد بدل الزيرو اهو. ماشي، الواحد بدل الزيرو، وجزء من 10 اللي هي بدل الواحد، يعني هشيلها واحط علامة. تمام، والزيرو ده اصلا بتبقى ارقام صحيحة. استنوا عليا للحصة الجاية او الحصة دي، مش عارفة هلحق اعملها ولا لا، دي هتاخدوها برضو. تمام. طب رابعا، انا لو قلت مثلا هرسمها لكم هنا. ده كده ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ماشي، ودي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ماشي، هنا انا عملت ايه؟ 100 مثلا. لو عدتوهم مش هتلاقوهم 100، بس عشان الصفحة بس مش مكفية. مثلا انا عملت هنا 100 مربع. تمام، ال100 دول. تمام، انا رحت مظللة العمود ده كله. العمود ده كله بمقام كام؟ خدتوها انتوا السنة اللي فاتت في تالتة، ان هي عبارة عن 10 مربعات، وهظلل كمان 10 مربعات، يبقوا كده كام؟ 20 مربع. وهظلل كمان 1 2 3، يبقى انا كده ظللت كام اهو؟ يبقى انا كده ظللت 23 مربع من كام؟ من 100. 23 من 100. هعملها ازاي 23 من 100؟ هي مش دي 3 من 10؟ طب 23 من 100 بتتكتب ازاي؟ ادي 23 من 100 اللي هي دي، واعمل الزيرو بتاعي. دي كده اسمها 23 من 100. طيب هي برضو معناها ايه؟ معناها اهو احنا عايزين نفهم. ادي 100 اهي، 100 اهي. تمام، ادي الزيرو اهو، شلته وحطيته التلاتة، والعشرين الزيرو التاني، واللي من كذا من 10 من 100 اهي، من 100 اهي بدل الواحد اهو، وشلت وبعدين حطيت على الشمال زيرو. لازم يبقى الكسر العشري على الشمال بعد العلامة زيرو، بعد العلامة زيرو. تمام. طيب تعالوا نفهم اكتر وناخد ورق ونحل اكتر. ورق مش راضي يدخل. بص يا رب، انا لو قلت مثلا 10 على 100، لو قلت 10 على 100 بتساوي كام ككسر عشري؟ او ككسر عشري بتساوي 10 اهي، ومن 100 اللي هي من 100 يا ربع. بصوا كده اهي من 100. هو بص يا ربع، من 10 يعني رقم وبعديه علامة وبعد منه صفر. طب من 100 يعني رقمين وبعديها علامة وبعديها صفر. فهمتوا حاجة؟ هي دايما كده، يعني رقم وبعد الرقم الاولاني علامة، يبقى ده اسمه كده من 10 والشمال صفر. طب من 100 بيبقى رقمين وجنب منه علامة وبعديها صفر. طيب دي 10 من 100 اهي، 10 وجنب منها علامة. طيب ربع، انا لو قلت لكم مثلا، يعني لو قلت مثلا ايه 8
على 100 عايزة احولها لكسر عشري او كسر من 100، يعني كسر عشري. التمانية اهي والعلامة اهي والزيرو اهو، تمام. طيب فين ال100 دي كده تتقري 8/10. ما هو احنا قلنا اهو لازم يبقى فيه رقمين عشان يبقى من 100. التاني فين؟ ادي ال8 اهي مكانها الزيرو الاولاني والواحد مكانه العلامة، فاضل الزيرو التاني احطه. مادام من 100 ومفيش الا رقم واحد بس اللي فوق، يبقى هتتحول 8 زيرو علامة زيرو، يعني 8/100. تاني يا رابعة، لو قلت 5/100 هتساوي كام؟ 5/100. 5 اهي وزيرو وعلامة وكمان زيرو، تبقى 5/100. تاني يا رابعة، لو قلت 7/100 هتبقى كام؟ هتساوي 7 زيرو علامة من 100، ماشي كمان زيرو، يبقى 7/100. طب لو قلت الخمسة تاني بس على 10 يعني هتساوي كام؟ هتساوي 5 علامة على طول، هتساوي 5 علامة على طول، تبقى 5/10. طب 7/10 ادي 7/10 بتساوي ايه؟ 7 علامة على طول وادي الزيرو، ماشي. يبقى اللي من 10 بيبقى رقم وبعديه علامة، اللي من 100 بيبقى رقمين وبعديه علامة، تمام. طيب رابعا لو قالك مثال كده، قالك 1/10 بتساوي 10 على كام؟ 10 على كام؟ ايه ده؟ ايه ده يا مس؟ هو ممكن يجيلنا كده؟ يعني مش بطريقة السهلة اللي فوق دي، لا، بس برضو الطريقة دي سهلة. بص كده، الواحد بقى 10، زودنا ولا نقصنا؟ يعني الواحد زاد وبقى 10 ولا الواحد لما قال بقى 10؟ لا ده زاد يا مس. مادام زاد يبقى ضربنا، مادام زاد يبقى ضربنا. ضربنا في كام؟ واحد في كام؟ ب10، اكيد يعني سهلة. 1/10 يبقى زي ما بضرب فوق في 10 هضرب تحت في 10، هضرب تحت في ايه؟ في 10. 10/10 ب100. ايه ده؟ ده سهلة سهلة، سهلة. بص كده، طيب الواحد 10 على 100 عشان احولها لكسر عشري، والواحد على 10 عشان احولها لكسر عشري. بصوا كده، 1/10 اللي هي 1/10، 1/10 اهي، 1/10 دي اللي هي دي 1/10 اللي هي 1/10. طب 10 على 100 ادي 10 على 100 اللي هي ايه؟ اللي هي 10 وعليها ايه جنب منها علامة، جنب منها علامة وكمان زيرو، ماشي. اللي هي 10 وجنب منها علامة اللي هي زيرو، بتبقى ايه؟ 10/100. على فكرة دي حاجة ودي حاجة تانية، ما تقولوش ان ده كسر، ده كده مش كسر، ده رقم وده رقم تاني، تمام. طيب تعالوا ناخد مسألة كمان للتوكيد. لو قلت كسر 20 بيساوي ايه؟ اي رقم كده 20 بيساوي مثلا 1/0 او 7/0 او 14/0. دي كلها لازم يكون فيها، يعني اي كسر سواء 10 او 100 لازم الزيرو ده يكون موجود، لازم الزيرو ده اللي بعد العلامة، بعد العلامة يكون فيه زيرو، بعد العلامة يكون فيه زيرو. طيب
رابعة ده اسمه كسر عشري. طب في حاجة اسمها كسر اعتيادي، خدتها اهو لسه واخدينها في اول الحصة، اللي هو عبارة عن بسط على مقام، زي ايه؟ 2/3. تمام. طب في حاجة تانية اللي هو عدد كسري. فاكرينه العدد الكسري عبارة عن ايه؟ العدد الكسري عبارة عن عدد وجنب منه كسر. عدد اللي هو 1/2 تلتين. مثلا العدد الكسري عبارة عن ايه برضو؟ ممكن يساوي ايه؟ اي عدد بقى كسر. ممكن يساوي 3/4/5. تمام، يعني عدد وجنب منه كسر. تمام. طب في حاجة تانية اسمها عدد كسري، دي اللي انا كنت هقولها لكم في بداية الحصة. العدد الكسري ده بيساوي ايه؟ عدد وجنب منه كسر، اللي هو لا مش عدد كسري، عدد عشري، معلش، عدد عشري اللي هو عدد صحيح على الشمال وجنب منها العلامة والعدد العشري أي رقم ولو 3، يبقى 1/3. طب ايه تاني؟ ممكن تبقى 4 صحيح والعلامة و5/100. ماشي، 5/100 ليه؟ لأن بعديها صفر، والصفر ده يعتبر من 100. طب ممكن ايه تاني؟ ممكن تبقى 5 علامة 2/10، 5/2. طب ممكن تبقى ايه تاني؟ ممكن تبقى 13/7. ايه ده؟ ممكن؟ ممكن. ليه؟ عدد اهو صحيح، ده عدد صحيح اللي هو 13 والعلامة اهي وادي 7/10. طب ممكن بتبقى 13 برضو علامة 7/100. تمام، اي حاجة. ده كده جزء من 10. ايه ده؟ ده جزء من 10. انا بتكلم على جزء من اللي هي العلامة من 10 اللي هي قبلها رقم 1، يبقى ده جزء من 10. طب ده علامة وقبل منها رقمين، يبقى ده جزء من 100. تاني، 5/2 دي علامة وقبلها رقم 1، يبقى ده جزء من 10. طب قبلها رقمين، يبقى ده جزء من 100، قبلها رقم جزء من 10، وهكذا. درس سهل وبسيط مفيهوش اي تعقيد. تمام. طيب، وبكده قد انتهينا من درس النهاردة، واشوفكم على خير المرة القادمة. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.